مش هتصدقوا حماتي عملت معايا ايه من تاني يوم جوازي. انا سارة، عندي 25 سنة، مخطوبة وفاضل اسبوع بس على جوازي. وحيدة لاهلي. اهلي كانوا مبسوطين قوي ان ربنا رزقني بواحد زي احمد، زوج صالح. هعرفكوا على احمد. ده احمد خطيبي وجوزي. ايوه، ما احنا خلاص كتبنا الكتاب وهبقى في بيته كمان اسبوع بس. احمد ولد وحيد لامه على 3 بنات. هو سند ليهم طبعا بعد ربنا وبعد وفاة والده. وهو اللي جوز اخواته وكان مصر انه ما يتجوزش الا لما يطمن عليهم في بيوتهم. وفعلا جوزهم، وكل واحدة بقت في بيتها وتطمن عليها. ودلوقتي جه الوقت ان هو يفتح بيت ويتجوز. عدى اسبوع والنهاردة يوم فرحنا. فرحنا كان بسيط قوي، احتفلنا بيه وسط عيلته وعيلتي. فرحنا كان حلو قوي برغم ان هو بسيط، وكانوا العيلتين بس هما اللي موجودين. كان معمول على الضيق زي ما بيقولوا. بس مش عارفة ليه ساعتها حسيت ان مامة احمد واخواته مش مبسوطين خالص. حاولت اتجاهل الموضوع بس ما قدرتش. انا حسيت ان جوازنا ده كان قنبلة وانفجرت في قلوبهم من كتر الغيرة، لانهم كانوا بيحسسوني طول الوقت اني خطفته منهم، خطفت اخوهم وابوهم وابنهم. ده كله خلاهم رافضين فكرة جوازه وانه هينتقل ويعيش في مكان تاني. مش حاطين في بالهم ان دي سنة الحياة، وان زي ما هو جوزهم التلاتة وكل واحد بقى ليه بيت وعيلة، هو كمان من حقه انه يتجوز ويكون عيلة وبيت وأسرة. بس لا، هما ما كانوش شايفين كده. وفي طريقنا للبيت انا كنت مبسوطة قوي. خلاص، انا واحمد هيجمعنا بيت واحد. وفي عز ما كنت مبسوطة وسعيدة سرحت في اللي حصل في الفرح. هما ازاي كده؟ ما كانش حتى بيرسموا ابتسامة على وشهم بتصنع. لا، طول الوقت متضايقين وطول الوقت مكشرين، وكأنه عزا مش فرح اخوهم ولا حاجة. انا ما كنتش اعرف ابدا اني دخلت عش الدبابير برجليا. انا كنت متأكدة وعارفة من معاملتهم ليا انهم بيكرهوني، بس ما حطيتش ده في دماغي ابدا. كنت بعاملهم احسن معاملة. مش هتصدقوا اللي حصل. بعد يومين من جوازنا فوجئت بحماتي بتخبط علينا. في الاول قلت جايه تزورنا عادي وتطمن علينا وهترجع بيتها. بس كان معاها شنطة كبيرة فيها هدوم تكفيها لأكتر من اسبوع. استقبلناها انا واحمد بترحيب، رغم ان كنت بغلي من الغضب من جوايا. دخلت حماتي واول ما قعدت لقيتها بتقولي: بصوا بقى، انا من الاخر قررت اجي اقعد معاكوا هنا يومين كده، لاني خايفة من القعدة لوحدي. انا مش متعودة على كده ومش بحب القعدة لوحدي ابدا. اصل كمان مش بحب اروح عند حد من بناتي. ما هو مش معقول برضو هسيب بيت ابني واروح عند بيت حد من جواز بناتي. ولقيتها بتبصلي وبتقولي: وانا كنت مش طايقة نفسي ولا ايه يا مرات ابني؟ قلت لها: ايوه يا حماتي، وماله، تنورينا. انا من جوايا كنت هموت من القهر والغيظ. صحيح جت الحزينة تفرح. حتى ده انا ما كملتش اسبوع متجوزة، وقلت فوضت امري لله. استسلمت انا وجوزي لرغبة والدته، وقمت جهزت لحماتي اوضة عشان تبقى على راحتها. وناديت على احمد جوزي علشان يشوف الاوضة اذا كانت هتعجب والدته كده ولا ايه. بس فجأة لقيتها دخلت الاوضة اللي انا جهزتها لها، وانا واقفة انا واحمد لقيتها بتقولي: انا مش هقعد في الاوضة دي، على فكرة الاوضة دي صغيرة وانا مش متعودة اقعد في اوضة بالشكل ده. انا عايزة اوضة كبيرة وفيها تلفزيون عشان اتفرج عليه براحتي وقت ما اكون عايزة. سمعت كلامها واتملكت اعصابي بالعافية وسكت. سكت لحد ما خلصت كل طلباتها وسابتنا وخرجت.
وقالت لنا شوفوا بقى هتعملوا ايه. سابتنا وقعدت افكر انا واحمد هنعمل ايه. مفيش في الشقة غير اوضتين، اوضة النوم بتاعتنا والتانية اللي رفضتها حماتي وقالت انا مش هقعد فيها. معنى كده ان هي عايزة تقعد في اوضتنا. وانا بتكلم انا واحمد لقيت حماتي دخلت علينا، لقيتها بتقول لنا خلاص يا جماعة ما تزعلوش نفسكم، انا هضطر اخد اوضة نومكم وامري لله، بس تجيبولي التلفزيون من الصالة وتحطوهولي في الأوضة هنا، ولو انتوا حبيتوا بقى تتفرجوا تبقوا تدخلوا تتفرجوا بس وانا موجودة في الأوضة، علشان ما بحبش حد يدخل اوضتي وانا مش موجودة. ماشي ولا ايه؟ انا سمعت كلامها من هنا وحسيت اني هتشل من كتر الغيظ اللي انا فيه، بس فضلت اهدي في نفسي وقلت هما يومين يعدوا بخيرهم وشرهم، مفيش مشكلة، هعمل ايه؟ ما قداميش غير كده. وضبت لها اوضتنا ودخلت لها التلفزيون زي ما طلبت وقلت امري لله، وعملت حماتي اللي نفسها فيه وقعدت في اوضتنا. هو ده اللي انا قلته لاحمد. قعد يهدي فيا وقال لي معلش. صحيت تاني يوم وكنت رايحة عشان احضر الفطار، لقيت حماتي خرجت من اوضتنا وقاعدة في الصالة، بس كانت لابسة هدوم من هدومي. اتضايقت جدا ودخلت اوضتي عشان اتفاجئ بمنظر الاوضة، لقيت بهدلة في كل حتة، حماتي مرمية هدومنا على الارض، الهدوم مرمية في كل حتة. من الصدمة ناديت على احمد بأعلى صوتي علشان يجي يشوف مامته عملت ايه. اتفاجئ احمد من اللي والدته عاملاه وفضل يهديني، بس بعدها بدقيقتين دخلت حماتي علينا، فضلت تزعق فينا انتوا ازاي تدخلوا اوضتي وانا مش موجودة ومن غير استئذان، وكمان عايزين تحطوا الهدوم في الدولاب. انا اللي شلتها علشان احط هدومي، علشان مش لاقيه مكان في الدولاب خالص، قلت اشيلها ولما امشي بقوا حطوها تاني. ايه اللي حصل يعني؟ سكت انا وجوزي من جرأتها في الكلام ومحدش فينا قدر يرد عليها ازاي هي بتتعامل كده. فضل احمد جوزي يهديني علشان اتحمل امه، علشان هو ما كانش عايز يزعلها. وفي نفس اليوم وبعد كام ساعة وصلوا اخوات احمد واستقبلتهم حماتي اللي طبعا لعبت دور صاحبة البيت. طبعا خرجت علشان اسلم على اخوات احمد، بس كالعادة مقابلتهم ليا وردهم على سلامي ما كانوش قد كده. حماتي في الوقت ده كانت طلبت مني ان ادخل احضر الغدا، فقلت في نفسي مني وقفتي او قعدتي مش مرغوب فيها، خليني اروح احضر الغدا احسن. ودخلت على المطبخ عشان احضر الغدا، غضبانة وزعلانة، زعلانة من تصرفاتهم معايا، وهم ما شافوش مني اي حاجة وحشة، ما شافوش مني غير كل خير. بس حسيت في الوقت ده ان انا غير مرغوب فيا، وان انا عمري ما هقدر اعيش في وسط العيلة دي، العيلة اللي متمكنة في الكيد والغيظ. في نفس الوقت حاولت ان اتحاشى كل حاجة تزعجني او تضايقني، واكتفيت بس ان ادعي ربنا انه يهديلي حالي وخلاص. بعد مرور اسبوعين قررت حماتي ترجع بيتها، بعد ما خلاص اتأكدت ان اجازة احمد بتاعت الجواز خلصت وانه خلاص هيرجع شغله. وقفت وقالت لي خد بالك من ابني، وانا وقت ما اكون حابة ارجع هرجع في اي وقت. قالت لي الكلمتين دول وانا ما ردتش عليها، سكت واكتفيت ان انا اسكت. وصلتها لحد الباب وقلت لها نورتي يا ماما، مع السلامة. كنت خلاص ابتديت اخد حريتي ببيتي وبقيت مبسوطة انها خلاص راجعة بيتها. بس ازاي حماتي ما بتضيعش وقت انها تضايقنا، كانت بتتصل بينا يوميا، ولو ما ردناش عليها في يوم نلاقيها طبت علينا علشان تشوف حياتنا على ارض الواقع. واستمرنا على الحال ده كام سنة. وفي يوم لقيت احمد بيتصل بيا وبيقولي مامتي تعبانة تعاليلي على بيتها هناك، علشان الجيران اتصلوا بيا وقالولي انها تعبانة جدا.
رديت عليه وهديته وقلت له ما تقلقش ان شاء الله خير، روح انت على هناك وانا هاجي وراك. كده نكون وصلنا لنهاية الجزء الاول من قصتنا. يا رب تكون عجبتكم، يا ريت تدعموني باللايك والشير والاشتراك في القناة علشان يوصلكم مني كل جديد هنزله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.